صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد هوصل بيه معلومات كنت شرحتها لكم في الفيديو اللي احنا شرحنا فيه ازاي نحسب الملايه لو فيلات هتاخد قد ايه قماش. طبعا انا شرحت ده وانا على السرير ووضحت لكم فين الطول وفين العرض وفين البورسل وعرض القماش بيجي قد ايه، ده كله شرحته لكم في الفيديو. بس كان لازم انا اعمل لكم فيديو زي ده عشان اقدر اوثق لكم المعلومه على القماش بقى مباشر وابدا اوضحها لكم اكتر. انا عايزه اثبت المعلومه على قد ما اقدر. فانا قلت ليه لا يا مؤمل تعالي كده، طالما انت هتقص ملايه اطفال وهتقص ملايه لسرير كبير لسرير 160، فتعالي نوريهم اللي احنا حسبناه، ولو جنب الحيطه ولو في النص السرير الزيادات اللي بنزودها على الجوانب قد ايه، البورصه فين، القصه دي كلها انا شرحتها في الفيديو. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده، كانت اول حصه في ازاي تحسبي الملايه فقط لا غير، من غير اكياس المخدات ولا الخداديات. حبيت ان انا اوثق الملايه الفيلات بالارتفاعات بالزوايد اللي احنا حطيناها شمال ويمين، سواء السرير جنب الحيطه سواء السرير في النص. تعالوا نقص من القماش عملي واوريكم فين العرض وفين الطول وقد ايه انا جايبه قماش، وبناء عليه هقص الملايه ازاي. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. وتعالوا نثبت المعلومه بتاع الملايه الفلات. اولا انا لما شرحت في الفيديو بتاع الملايه الفلات قلت لكم انا هشرح لكم الملايه فقط لا غير، من غير المخدات ولا الخداديات، لان انا عايزه اوثق المعلومه دي، بس عايزه اوثق الملايه هتاخد قد ايه قماش. طيب انا قلت ايه؟ قلت ان القماش لما بنروح نجيبه من عند بتاع القماش بنجيب على حسب حسبتنا للموديل كله والمقاس السرير، وعايزه كام مخده وعايزه كام خداديه. بنبدا نحسب الساده وبنبدا نحسب المنقوش لوحده. فتعالوا نحسب بس الملايه فقط لا غير واوريكم ازاي هنقصها من القماش. اولا انا قلت الطقم ده لسرير 160، الملايه كل كلامي هيبقى على الملايه فقط عشان ما تتوهيش معايا، كل كلامي على الملايه. الملايه لسرير 160 المفروض نقصها قماش قد ايه؟ قلت لكم في الفيديو ان القماش اصلا بيجي عرضه قد ايه؟ القماش عرضه 2 متر 40، يعني القماش بيجي متني على 2 كده 120 سم. ده كده اللي تحت المفتوح ده اسمه البورسل، يبقى من عند الجنب المقفول ده للجنب المفتوح ده، الجنب المفتوح ده اسمه البورسل. ده بيبقى البورسل، بيبقى سواء بشراشيب سواء ما فيهوش شراشيب كده، بس الشراشيب دي مش بتطلع، هو بيبقى مشرشر كده لوحده مش بتطلع، لكن الجنب اللي بيطلع منه الفتل دي ده الجنب اللي بتاع القماش قص منه، تمام كده. فانا من البورسل للبورسل ده كده 2 متر 40، بس هو عشان جاي متطبق 2 على بعضه جاي كام بقى؟ جاي 120 على تطبيقته زي ما هي كده 120. اصبح انا لو فردت ال 120 ده كده من البورسل للبورسل هيدينا 2 متر 40. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ان من البورسل للبورسل ده بيبقى عند الدماغ والرجلين، لان طول المرتبه ثابت في اي سرير، سواء سرير 120 او 160 او 170 او 180 بيكون كام يا مؤمل؟ بيكون 2 متر. وطبعا لكل قاعده شواذ، ان ممكن المرتبه تيجي 195. ما تتكلموش بقى في الفيلات ده بالذات، ما تدققوش على المسافات البسيطه دي، سواء 2 متر و5 سواء 2 متر سواء 198 195 ما بيقلش عن كده. فعموما احنا هنتعامل ان المرتبه ثابته من عند الدماغ للرجلين، ده اساسي ثابت 2 متر. بنثبت عليها ايه بقى؟ بنثبت عليها القماش اللي هو من البورسل للبورسل 2 متر 40. اصبح احنا لما هنيجي نحسب الملايه بنحسب على عرض السرير نشوفه قد ايه. يعني لو السرير 160 بنقول 160 نشوف احنا عايزين الملايه تنزل على الجنب من ناحيه عشان تداري المرتبه قد ايه، وعايزينها تنزل قد ايه. انا قلت لكم ان المقاسات احسن مقاس ممكن تضيفيه والعميل ما يشتكيش من مقاساتك، ولا تطلع صغيره ولا تطلع كبيره نازله على الارض، 50 سم. يعني اصبح لو السرير اللي احنا هنقصه ده 160 فاحنا عايزين نزود 50 سم شمال و50 سم يمين، اللي هو كده متر على عرض السرير اللي هو 160 يبقى 2 متر 60. يعني انا لو دلوقتي لو هقص ملايه لسرير 160 هقص له 2 160 اللي هو عرض السرير 160 و50 سم هينزلوا شمال و50 سم هينزلوا يمين. انا كده دلوقتي هقص كام؟ ادي القماش جاي متني عادي خالص، انا جايبه قماش كتير ايا كان الموديل هيبقى ايه بقى. انا مش هشغلك في المخدات والخداديات خالص، انا كل اللي عايزه اثبته لك هي الملايه فقط لا غير. انا كده انا قست كام يا مؤمل؟ هقيس 2 متر 60. المازوره بتبقى متر ونص، متر ونص من 2 متر 60 باقي معايا متر و10، فانا هقيس متر ونص وهقيس متر و10.
كده قست 2 متر 60. كده مقاس ملايتنا معانا مرتاحه جدا وما فيهاش اي مشكله خالص. كده انا قصيت الملايه لسرير 160. طب لو سرير 170 كنت قصيتها لها كام؟ 170 زاد 10 سم عن 160، يبقى ده معناها لو سرير 160 واخد ملايه 2 متر 60 يبقى سرير 170 هياخد ملايه 2 متر 70، اللي هو 170 زائد 50 زائد 50 هيبقى 2 متر 70. يبقى ده معناها ان احنا لما بنروح نجيب قماش لاي ملايه لازم نحسب الملايه الاول خدت قد ايه، ونبدا بعد كده نفكر في المخدات والخداديات. ده اللي انا هشرح لكم بالتفصيل، بس انا حابه اثبت لكم بس حسبه القماش. يعني لما نيجي نجمع القماش لازم نحسب الملايه الاول هتاخد قماش قد ايه، وبعد كده بنقص الملايه وبتبقى دي الجنب بتاعي ده الزياده ده انا هستخدمها في خداديات بس مش هدخلكم في القصه دي. ادي كده الملايه تحت كامله دي كبيره جدا، لما تتفرد بقى من البرسل للبرسل هتبقى 2 متر 40 في 2 متر 60 اللي احنا قصيناه. ده كده لو سرير 160، وكذلك تقدري تطبقي ده على سرير 170 و180 و150 و140، بس اهم حاجه عندي ان السرير في النص. طب تعالوا بقى ندخل على الخطوه اللي بعدها اللي انا شرحتها لكم برضو في الفيديو. قلت لكم طب لو في حاله ان السرير جنب الحيطه هل الزياده برضو هتبقى 50 و50؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان السرير جنب الحيطه اكيد مش هننزل ال 50 سم كلهم جنب المرتبه، خساره القماش. بنزود كام؟ بنزود 40 و40 اللي هم 80 سم في الاجمالي. لما بنيجي نفرش الملايه ونحط على العرض السرير، يعني لو سرير مثلا 120 بنزود له 40 و40 يبقى ده كده كام؟ 80 و2 متر و120 يبقى ده كده 2 متر، يبقى الملايه 2 متر. انا لما هاجي انزل من جنب السرير اللي باين بره هنزل من ال 80 دول كام؟ مش هنزل ال 40 بس، انا هنزل 50 وهخلي 30 من 80 الزوايد اللي هي ال 40 و40 ده هخلي 30 بس اللي جنب الحيطه. اصبح دلوقتي معايا الملايه موفيه جدا، 50 عادي نازل مغطي الجنب اللي باين و30 جنب الحيطه اللي هم بيبقوا جنب المرتبه جنب الحيطه ما بيبقوش باينين اساسا، وبيبقوا كفايه جدا ان هم يحبكوا المرتبه جنب الحيطه ان هي الملايه جنب الحيطه ان هي ما تتحركش. طيب انا هنا بقى هقص ملايه لسرير 120 والسرير جنب الحيطه ايا كان بقى سرير 120. اصل مش شرط اوضه الاطفال، مش شرط ان اوضه الاطفال تكون سريرين 120 او سريرين متر او سرير، يعني ممكن المسافات تبقى مختلفه. ممكن يبقى في اوضه الاطفال سريرين 130 سريرين 150 عادي خالص وارد، وده بيقابلني كتير جدا في مقاسات. اصبح ان ملهاش علاقه ان السرير 120 او 110 او ايا كان، المهم ان السرير جنب الحيطه، سواء سرير واحد في الاوضه سواء سريرين. بس انا هكلمك دلوقتي على ان السرير جنب الحيطه. طب دلوقتي انا هقص السرير 120 جنب الحيطه ملايه، المفروض ازود كام؟ مش هنعمل بقى زي السرير 160 اللي هو في نص الاوضه ده وهزود 50 شمال و50 يمين، لا انا هزود 40 و40. يعني لو السرير معايا 120 زائد 40 شمال زائد 40 يمين هيبقى كده 80 و120 2 متر. يعني انا اقص 2 متر ده تفرش لي ملايه للسرير 120 مرتاح جدا. طب لو سرير 120 ده في نص الاوضه يا مؤمن، لا في الحاله دي تقص 50 شمال و50 يمين، يعني السرير 120 هياخد 50 و50 و120 اللي هي 2 متر 20. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي راح اجيب بحسب لطقم اطفال سريرين 2 يا ماما. طبعا ماليش دعوه بالمخدات والخداديات، انا بحسب لك بس الملايات. لو هجيب لسرير 120 ملايتين هم سريرين في اوضه واحده يا مؤمن، وعايزه الملايتين منقوش او ساده او ايا كان، احسب القماش بتاع الملايتين دول هياخدوا كام والسريرين دول جنب الحيطه يا مؤمن. طيب احنا لسه حاسبين دلوقتي ان قلنا 40 و40 80 و120 يبقى 2 متر، يبقى كل سرير هياخد 2 متر. يبقى انا المفروض اجيب 4 متر من القماش المنقوش ده علشان خاطر ان انا اجيب اقص ملايتين للسرير. عايزه اقول حاجه بس في النقطه دي، القماش هنا جاي مش مساوي، وانا شرحت في فيديو منفصل لوحده ازاي بتقص القماش لو مش مساوي كده تعملي حسابك ازاي وازاي تسويه. ده الفيديو لوحده هسيبه لكم تحت في اللينكات اللي تحت الفيديو. تعالي بس هنا كده نحسب الاول، نقيس الاول. انا طبعا عشان الجزء ده مش مساوي هسيبه مش هحسبه خالص، هشوف انا محتاجه ابعد قد ايه عن الجزء اللي مش مساوي ده. انا محتاجه ابعد بتاع حوالي 5 سم، هسيبهم عادي خالص، هسيبهم في البدايه مش هقص من الاول، يعني مش هقيس ال 2 متر من الاول وهبدا اقيس ال 2 متر بتوعنا كده. هساويهم ازاي وهنقص وهساوي الملايه ازاي، ده الفيديو لوحده انا شرحته منفصل خالص عشان ما نرجعش كل نقطه تبقى في فيديو لوحدها. انا قست كده 1.5 متر، والمفروض ان الملايه عايزه 2 متر.
فانا قست متر ونص، المازوره طبعا كلها بتبقى متر ونص، وده كده 50 سم، يبقى ده كده معايا 2 متر. هقيس كده ال 2 متر. ابدا انطر القماش كويس جدا عشان اعرف اقص. حلو. التكه هنا كده على القماش، لان القماش ده 3 دي بيبقى واقف شويه، لما نيجي نضرب المقص ممكن ما يجريش فيه، انما لما بتعمليها كده زي الورقه بالظبط، لما بتتنيها 2 وتيجي تقطعيها بقى بتتقطع معاكي مساويه، مش بتبقى ايه كويس. فانا هعمل ايه؟ هقيس كده 2 متر واقص. ده كده بقت ايه؟ بقت ملايه للسرير اطفال 120. لما بتيجي تتفرش بقى تاني، ده كده هقص واحده الاول اهو، ده كده سرير، وهبدا اقص السرير التاني. المهم ان انا من الفيديو ده كنت حابه بس اوصل لك القماش بيتقص ازاي وبيجي محسوب ازاي. انا كده عامله حسابي في 4 متر بس للملايتين. بعد كده بنبدا نشوف بقى احنا عايزين نعمل الخداديات ازاي، هنعمل فيها كراديس مش هنعمل، هنلعب فيها الخداديات منقوشه ولا ساده، ده كله بقى بنبدا نحدده ونحسبه. ده انا يعني لازم اشرحه لكم الاول لوحده، بعد كده ابدا ادخل لكم اللطقم على بعضها كامله في الفيديوهات. كده انا قست متر ونص، وهقيس 50 سم عشان يبقى معايا ال 2 متر، وهبدا اتني القماش كده عشان اشيل الزياده. ما تستعجلوش ان شاء الله باذن الله، هاخدكم بس واحده واحده. انا حابه اثبت المعلومه عشان الناس اللي متابعاني وماشيه معايا خطوه خطوه في فيديوهاتي ما يتوهوش وتدخل المعلومات في بعضها. فانا كده ايه؟ قصيت الملايه الثانيه، والباقي ده انا محتاجه له خداديات ايا كان حسبتي ازاي بقى. يبقى انا كده قست الملايتين. الملايه بقى ده لما بتيجي تتفرش على السرير بتتفرش ازاي؟ بيتفرد القماش من البرصل للبرصل كده، يبدا كده البرصل عند الدماغ والبرصل الثاني عند الرجلين. لو خدت بالكم شوف الرسمه اصلا عدلتها كده، عدلتها ان يبقى البرصل عند الدماغ والرجلين. بصوا ده كده اللي هي بتبقى تحت عند الرجلين، الرسمه بتبقى جايه من تحت كده، والعرض ده اللي هو ال 2 متر ده كده اللي بيبقى على الجوانب بينزل بقى ال 40 سم كده او ال 50 سم شمال، وال 30 سم الباقيين دول بيدخلوا جنب الحيطه، وال 120 بيبقوا كاملين.